تقييمات اللعيبه في فوز الزمالك على بوقير في دور ال 32 في كاس مصر. يلا بينا. عد بنا أيها التاريخ لنستعيد ذلك الكبرياء. عد بنا أيها التاريخ فنحن الزمالك فرسانك يا أفريقيا. قبل ما نبدأ عايز أقول لأول وآخر مرة أنا ليا مصطلحات في الكورة، وأي حد لعب كورة بالذات في الشارع هيفهمها لوحده. زي مثلا لما بقول على شلبي فلاح، هل أنا أقصد الفلاحين أو بعيب فيهم؟ أكيد لأ، لكنها وصف معروف في الشارع للي ما بيعرفش يلعب، أو بالبلدي كده ملوش فيها. زي كلمة لعب فهايمة، يعني إيه؟ يعني لعبه غشيم. هل ده له علاقة بالفيوم أو ناسها؟ أكيد برضو لأ، إنما هو مصطلح بيتقال ومعروف للي بيلعبوا كورة. أنا مش هقول تاني، أنا وضحت عشان لو في ناس بتزعل، واللي بيفهم بيريح، واللي مش عايز يفهم مع نفسه. البداية بصبحي، ما كانش وحش ولا كان حلو، غلط في كرة عرضية سهلة، الباقي خرج فيه كويس، لكن مستواه زي ما انتوا عارفين مش ثابت ومش هيثبت. وصبحي عموما حارس لا يعتمد عليه، ولكن عشان الكلين شيت هياخد 7/10. ايه يا حسام في ايه؟ ايه الاداء ده يا ابني؟ ما انت كنت كويس الماتش اللي فات، ما كنتش كويس وكان عندك مشاكل واضحة، والنهاردة في مشاكل في الوقفة والقرارات كمان. اتمنى تكون قلة تركيز مش اكتر، ولا شكلك هتضرب غطس ولا ايه؟ عموما خد 5/10. المسلوسي بشكل واضح وصريح ما كانش حلو خالص، قرارات غلط ووقفة غلط، كذا مرة المهاجم يسرح منه، وواضح انه لسه ما جابش فورمة بعد الاصابة، وفي كلام انه مش هيجدد وماشي. فالمسلوسي 4/10. احمد محمود كان كويس النهاردة، وانا عند رأيي الواد يجي منه، وفتح الخط على طول وطالع وبيعمل اوفرلاب مع الوينج، ومقبول دفاعيا، والتغطية عنده كويسة. يظبط بس توقيت الطلوع ويطور الاوفر اللي بيعمله، وان شاء الله يبقى لاعب كويس. خد 7/10 يا حودة. فتوح الباشا، البيه، ابن الاكابر، اللي بيلعب في 2 متر بس ما بيخرجش منهم، لا في عرضية ولا في اوفرلاب ولا اي مشاركة هجومية، وحتى دفاعيا الوقفة غلط، واتلعب في ظهرك كذا مرة وراحوا خطر علينا كمان. واحدة الواد قلشها والتانية طلعت بره. ومن الاخر الواحد من بعد بنتاج اتأكد ان انت قد ايه لعيب نصاب. خد 0/10 يا توح. دونجا زي ما قلت حبة فوق وحبة تحت، حتى في الماتش نفسه، لكن كان كويس النهاردة. لكن كويس دي ما تنفعش عموما، ما بالك قصاد فريق درجة تانية. يعني المفروض النهاردة اقل واجب تاكل نص الملعب وتاخد كل الكور والالتحامات، لكن انت على الهادي خالص، وفي كور بتقف فيها وكأن مالكش علاقة باللعب، واوقات كتير بتجر رجلك في الملعب. وكلنا كده كده عارفين اننا عايزين نص ملعب دكر يجي يقعدك ونخلص. خد 4/10 يا دونجاية. شحاتة ده بقى عكس دونجا خالص، رجولة، اخلاص، محاربة على كل كورة، ما بيقفش يتمشى ولا ياخد نفسه في الملعب، كل التحام يخش فيه غالبا بتاعه، واللي مش بتاعه بيموت نفسه فيه. بيزيد هجوميا، هو اللي بيطلع بالكورة من نص ملعبنا ويوصلها لعبد الله، وعايز تشوفها شوف جون شلبي من البداية. كده كده انا براهن على شحاتة من قبل حتى ما يجي، وان شاء الله يكمل على كده ويبقى احسن، عشان اللي زيه بيفرقوا جدا في الملعب. خد 8/10 يا شحتة. عبد الله السعيد اسطورة واسطوري، وقول زي ما انت عايز، اي شكل هجومي من عنده، اي طلوع بالكورة من عنده، اي هجمة خطر من عنده، اي باص بين الخطوط من عنده، اي كرة طويلة برضه طالعة من عنده. وزي ما قلت عبد الله مش احنا ولا غيرنا اللي هيقيمه، لانه بره التقييم اصلا. خد 9/10 يا عبد الله. وعلى جنب كده الادارة نايمة ننا، وعقد عبد الله يخلص السنة دي. زيزو ايه يا ابني في ايه؟ حتى قدام ابو قير ده مش مشكلة تجديد واخد تركيزك، ده انت نسيت الكورة اصلا. ايه الوساخة دي؟ مفيش حر ولعب برجولة، لان اللي بتعمله ده مش سوء مستوى، ده انت ما بتلعبش اصلا. وحتى ضربة الجزاء داخلها بمرقعة وبتشوطها تأدية واجب ومش مستعني. حتى لو في مشكلة ما تلعب يا عم،
العب وامشي مش مشكلة، غيرك عملها، بس العب الأول عشان تمشي باحترام. ما تخليش آخر حاجة تفتكرها الناس ليك الخرا اللي بتقدمه ده. زفت من 10 يا زيزو. كونراد حبيبي فلاح بولندا. ايه يا نجم، مش كنت بتقول عايز فرصة؟ وكنت بتقول بنزل والنتيجة مش في صالحنا؟ الملعب وحش، بلعب مش في مكاني. طب النهاردة لعبت من أول الماتش وعلى استاد القاهرة وقصاد فريق درجة تانية، لا عديت ولا عملت عرضية صح ولا كان ليك وجود ولا تأثير النهاردة. ايه يا عم، نلعبك على ايه وامتى؟ طيب يمكن احنا ظالمينك ولا حاجة، بس العيب مش عليك، العيب على العبقري اللي بلانا بعيل طري زيك. 0 من 10 وياريت تغور في يناير. منسي كالعادة، منسي جوه ال 18 خطير جدا، ده غير انه نزل معظم الطويل اللي اتلعب عليه، وهو السبب في ضربة الجزاء لما راح ضغط على الحارس وخدها منه. لكن زي ما احنا الزمالك عايز مهاجم اجنبي ومنسي يبقى بديل كويس ليه. 6 من 10 يا منسي. عمر جابر كان رايق وكويس جدا النهارده، الراجل نزل في غير مركزه ورغم كده كان افضل من اللي المفروض ده مركزه. ومش بس سد الثغرة اللي ناحيته، ده كمان كمل وزاد ودعم الفريق هجوميا. فعمر ياخد 7 من 10 النهارده. شلبي طبعا النهارده ولا هتكلم، الراجل نزل بديل وسجل وكمان جون جامد فشخ، مش اي حاجة يعني. خد 7 من 10 يا بن شلبي. طبعا الكلام ده هزار ولا الكلام ده يفرق معايا، مش انا اللي انسى كل الخرا اللي عمله عشان جون. النهارده جاب جون حلو وقلنا عليه حلو، لكن شلبي هيفضل فلاح وملوش في الكورة، وان شاء الله يغور النهارده قبل بكره ونجيب حد بيعرف يلعب، مش هقولك حتى وينج جامد، وساعتها هتعرفوا الفرق لوحدكم. حسام اشرف او حسام ناعم، وناعم فشخ كمان. دي مش اخلاق مهاجم ابدا، دي اخلاق محاسب، لا بيجري ولا بيضغط ولا بيخش يتخانق مع المدافع ولا بيعافر مع الحارس. اداء خدمة عملاء ده. الله يمسيه بالخير باسم مرسي، اداله واحدة يا سعد كتحذير، اللي بعدها قام فاتح له دماغه، ولحد دلوقتي مش عارفين دم سعد في رقبة مين. نعم من 10 يا حسام. شيكابالا طبعا اسطورة وليه لمسة مختلفة عن اي حد حتى وهو واقف، لكن ما ضافش حاجة وما اعتقدش هيضيف في اللي جاي. ومن شكل جسمه ولياقته واضح انه خلاص خد القرار. اخيرا فوز مهم في بطولة مهمة محتاجينها، ومهم جدا ان احنا نكسبها الموسم ده ان شاء الله، لان الزمالك زي ما قلت بقاله سنتين ما خدش بطولة، والبطولة دي بالذات يعتبر ما فيش فيها غيرنا، فلا قدر الله عدم الفوز بيها مش مقبول حتى بالسكواد ده. فان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي، والاداره تفوق معانا شويه وتدعم الفرقه وتدعم الراجل عشان يعرف يشوف شغله ونعرف نقيمه ونحاسبه. لكن بالطريقه دي لا هنعرف نقيمه ولا هنعرف نحاسبه، لان الراجل حرفيا معهوش حد.